وأنا يا جماعة في هذا الفيديو لن أقول قال الله أو قال الرسول، لأن قال الله وقال الرسول أحيانا كثيرة بتزعل ناس كتير، ولكن سأقول تعالوا نحسبها بالعدل، وسنكتشف أن غباء وجهل الفقراء في مجتمعنا هو سبب كل البلاء الذي نحن نعيش فيه. فتنمية المجتمعات تحتاج لقوة فتية وقوة مالية، والغالبية العظمى ممن يعانون الفقر في مجتمعنا هم من فئة الشباب، وهذا يعني أن القوة الفتية لا تجتمع مع القوة المالية، ودي مصيبة. ورغم ذلك نجد أن الشباب الذي يعاني من الفقر لديه من الغباء ما يزيد هذا الفقر. فنرى هذا الشباب في فترة الخطوبة يعزم بعض على دخول مسرحيات غاية في التفاهة أو مشاهدة أفلام أتفه من التفاهة، ثم يأتي عليهم يوم الزفاف، وفي هذا اليوم يكفي من الفرحة أن نجتمع في جلسة عائلية مع الأهل والأحباب. وهذا ما يحدث مع الشباب في دول الغرب التي دائما نتخذها مثال ونحتذي به، ولكن نحن نحتذي بشباب الغرب فيما يؤذي ويضر فقط. وعندما يكون لدينا حفل زفاف نتحمل بديون علشان يحيي فرحنا مطرب بنص لسان، وأنا مش بهزر، أنا بتكلم بجد. مطربين هذا الزمان كلهم بنصف لسان، واللي مش مصدقني يدقق في لسان المطرب في أي فرح. وعلى سبيل المثال انظر في لسان من يقول اختياراتي مدمرة حياتي. بص في لسانه كده، هتلاقي لسانه من الناحية المورفولوجية تركيبته غريبة، مبري من الأمام ومن الخلف تخني كده. ولو أنت عاقل ستعلم أن اختياراتك فعلا هي المدمرة حياتك، وأنك بغباء تزداد فقرا وتمنح الثراء لأتفه خلق الله الذين أصابهم بعد الجوع والتشريد ثراء يجعل من الناس كعربيد. ولو أنك بالفعل بحثت عن طفولة هذه الفئة من الناس لعلمت أنها طفولة مشردة، ولكنك بغباء عزيز الشاب منحت هؤلاء الثراء، فظنوا أنهم في المجتمع رموز، وأنهم يقدمون الحكمة والموعظة الحسنة من خلال المسرحيات والأفلام والأغاني والبرامج القائمين عليها. ولا تقل عن هذا الشخص أنه شاذ، كلهم بهذا الشكل. فمن عاش طفولته في جوع وحرمان لا يشبع وإن قدمت له كل ألوان الطعام الموجودة في الدنيا، ولا تظن في أحدهم خيرا وإن اعترف أنه في طفولته كان والديه يطعمونه من بقايا طعام الجيران. فكن على يقين أن أي شخص من هذه الفئة قد تراه يوما ما يفعل ما يفعله رمضان عندما يتألم من الجوع. يستوي رمضان مع شعبان، كلهم يفعلون نفس الأفعال. وأنا بإذن الله سأفضحك يا فنان، بس الصبر، وإياك أن تظن أنك أصبحت في المجتمع رمز أو أصبحت في بستان الطيور طاووس. أنت طول عمرك فسوق أبو فصاد، ولن يزيدك المال مرتبة أكثر من ذلك. فلا تغتر بجهلك، واعلم يا ننوس عين أمك إني أنا معلم، أنا مدرس، عم الكل في نشر الثقافة والعلم، وأفضالي على الكل، كل المجتمع أنا لي عليه أفضال. وأنا أحذر أي إنسان ينفق من ماله ولو جنيه يقع في أيدي هذه الفئة من البشر. فالكل يجب يحذر قنوات هذه الفئة من البشر، ولا يشاهدها، ولا يكتب لهم تعليق وإن كان ينتقدهم فيه، ولا يعمل لهم لايك، ولا يعبرهم خالص.